السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة لهلوبة وأمورة مع سمر. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي هنخزن الطماطم. تعالوا نعرف مع بعض إزاي في الطريقة في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة لهلوبة وأمورة مع سمورة. النهاردة إن شاء الله هقدم مع حضراتكم تخزين الطماطم. طبعا في كل موسم في الخضرة والفواكه والخضرة، يعني الخضروات عامة والفواكه بيجي عليهم موسم بيبقى التمن رخيص وحلو، وبتبقى نازلة كتير فبتبدأ تخزن من يوم وتدسيه في الفريزر. يا جماعة التخزين في التخزين سواء فواكه أو خضروات مهم جدا جدا. لما بتيجي الحاجة تغلى بتلاقي الحاجة عندك دساها في الفريزر. يعني أنا الطماطم مثلا أهي جايبة كمية حلوة وبخزنها. هخزن على نوعين. هوري حضراتكم الطماطم دي لما بخزنها بسيبها وارميها في الفريزر، ما بستخدمهاش ابدا الا لما الطماطم بتغلى، بتبقى ب10 جنيه، بتبقى 15 جنيه، بطلعها وبستخدمها. دي حاجة. تاني حاجة مثلا في عايزة اعمل اكلة ومش لاقي حد يجيب لي طماطم مش متوفرة عندي، خلصت، بضطر ان انا استخدمها. لكن طول ما انتم متاح عندك لا تدستيهم. ممكن تجيبي عداية كبيرة بتبقى في وقت زي دلوقتي او في شهر واحد، يعني بتبقى العدايات تمنها قليل شوية، او ما يعني ما تسفكيش الظروف انت تجيبي عداية. ممكن وقت ما حضرتك تجيبي 2 كيلو، ممكن بدل ما تجيبي 2 كيلو جيبي 3 كيلو، دست كيلو تستخدم 2 كيلو. او مثلا جبتي كتير دستي منيهم كيس وتحطيه في الفريزر مرة على مرة، مش هتحسي بيهم ابدا. في نفس الوقت هتحتاجيهم يوم ما يعني طماطم تغلي، او تحتاجوا طماطم هتلاقيها في الفريزر، سواء طماطم او اي خضرة او اي فواكه الزيادة عندك ما ترموهوش ولا ما تخلوش في التلاجة يبوظ، لا ارميه في الفريزر هتلاقيه فيما بعد. طيب اول حاجة انا منقيه الطماطم، شايفين حضراتكم دي الجامدة اهو، الجامدة خالص منقياها. دي هحطها في الفريزر على كده حي، بس هشيل الحتة دي، هشيلها كده عشان بتبقى ساعات بتبقى فيها رمل انا ما بحبهاش. هشيلها بالظبط كده، وهعبي كيس على حسب احتياجاتك، كيس كبير كيس صغير على حسب ما انتي عندك اهو، بالظبط كده اهو. ومن تحت هشيل بردك ده، وتكوني غسلها كويس عشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر بتطلعيها على الاستخدام على طول، تضربيها تستخدميها على طول اهو. هعبي كيس زي كده مثلا اهو، مثلا يعني كيس كبير كيس صغير على حسب احتياجات حضرتك. ده اول نوع من التخزين. انا هخزن الطماطم كده اهوت زي ما انتم شايفين. هشيل دي بالراحه كده بالسكينه اهو، عشان المكان ده بالاخص في الطماطم بيبقى فيه دود، بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه رمله، بيبقى فيه حاجات اهو. بس كده تمام اهو. واحطها تاني واسيبها في الفريزر زي ما قلت لحضراتكم. دي اول طريقة لتخزين الطماطم. طب الطريقة التانية انا اخترت طماطم الطرية، هخلطها في الخلاط. بصوا هخلطها في الخلاط وهوري حضراتكم عشان هعملها صلصة هنستعملها ازاي مع بعض اهو. نفس الطريقة انا هجور من فوق ومن تحت واحطهم في الكيس وهكملهم بعد كده ارجع لحضراتكم. هعصر الطماطم وهوريكم ازاي هعمل طماطم صلصة. بصوا حبايبي ادي الطماطم بعد ما عصرتها، عصرت كمية حلوة وسايبة فراغ في الحلة عشان خاطر لما تيجي تغلي براحتها خالص. شايفين السمك بتاعها تخين، ما تزوديش مية كتير في العصر. وانا عصرت الطماطم ومعاها لحد ما نتسبك براحتها، وبعد كده هنمشي مع حضراتكم بالخطوات. ما تزوديش اي حاجة عليها خالص. خلاص على كده انتي حطيتي حلتك وحطيت الطماطم وولعت عليها النار، يبقى تسيبيها براحتها. عايزه تحطي تاني عندك زياده حطيها في اي طبق تاني، سوري اي حله تاني. خلاص هتابع مع حضراتكم ازاي هنعملوا الصلصه بتاعتنا. شايفين حضراتكم الصلصه هي وبتغلي وصلت يعني الى يعتبر 3/4 المرحله، لسه هتبدا تتسبك كويس. شايفين القوام بتاعها بدأ يسمك ازاي. في الوقت ده بقى انا هضيف ايه؟
هحط معلقة ملح، نص معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة سكر، وهحط كزبرة ناشفة وفلفل اسود. فهدوبهم كلهم مع بعضيهم واخليهم يتسبكوا مع بعض. الملح عشان يدي طعم حلو للصلصة، والكزبرة والفلفل والسكر لو في يعني ما تبقاش محدقة او تبقاش ماسخة او ما تبقاش طعمها مش حلو. فالسكر بيخليها نسبة حلو الطماطم بيبقى جميل. زي ما قلت لحضراتكم هحط معلقة ملح، نص معلقة سكر، وهحط كزبرة ناشفة، وهحط فلفل اسود. ودي هوصلها وهوري لحضراتكم بعد ما تخلص خالص وتتسبك خالص. هوري لحضراتكم شكلها هيبقى ازاي. وادي حبايبي شكل الصلصة النهائي. في ناس ممكن تصفيها بس انا بحبها كده اهوت. هعبيها في اكياس. انا وريتكم حبيت اوري لحضراتكم. طبعا هي بردت خالص خالص، يعني مثلا لو عملتيها الصبح يبقى تحطيها في اكياس بالليل. لو عملتيها بالليل تحطيها في مكان نظيف تغطيها لحد الصبح. لازم تبرد كويس خالص. لازم اي حاجة بتحبي تخزنيها لازم تكون تاخد كفايتها في ان هي تبرد خالص عشان بعد كده ما تبوظش معاك. هكيسهم وهوري لحضراتكم المنظر النهائي ليها وللطماطم التانية. وبكده يا حبايبي انا خلصت خزين الطماطم. طبعا انا مخزنه اكياس كبيره من الطماطم اللي زي كده، واللي قد الصلصه. وهجيب تاني ان شاء الله وهعمل تاني. وزي ما قلت لحضراتكم ده تخلوه وتدسوه لما يكون طماطم غاليه، لما يكون يعني مستعجله بسرعه وعايز تعمل اكل بسرعه تطلع كيس الصلصه. ما فيش اي حاجه لو حضرتك يعني تشتغلي او مثلا بتجهز رمضان او على وش ولادة زي كده بدل ما تستعمليها كده تعملي بصل كتير خالص وتحمريه وتحطي معاه الطماطم بيتسبك مع بعضه وتدسيه. اول ما تيجي تعمليها على الاكل تطلعيه على طول بيبقى طعمه في منتهى الجمال بصراحة يعني. وان شاء الله هعمل مع حضراتكم قبل رمضان تسهيلات رمضان، لان الاولاد مش بيخلوكي تعرفي يعني تعملي اي اكل من في رمضان بالاخص طبعا وزي كده. فادي طريقه الصلصه. طبعا انا بخزنهم كده في عن طريق يعني تحطيهم في طريق البرطمان. طبعا انا مفضيه الهواء منيهم وعامله على كد اكلتي اهو مقدار على كد يعني اكلي. اول ما تعملي البصله وتحطي الطماطم وتلاقيها اتسبكت على طول تاخد لها غلوتين وخلاص على كده بتبقى طعمها في منتهى الجمال. البراطيم ساعات بتبوظ منك لانك ممكن تطلعيها تاخدي معلقه تاخدي معلقتين على حسب استخدامك، ممكن تسيبيها تنسيها او تستخدميها بمعلقه تاني. فانا بستحسن الكياس دي احسن لي في الاستخدام 100 مره. يا رب يكون الحلقه عجبتكم. لو كنت ضيفه خفيفه على قلبكم دي الطماطم دي لما تيجي تستخدميها بتطلعيها على طول. معلومه دي طبعا لما تيجي تطلعيها تستخدميها مثلا راح تعمليها صلصة زي كده تروحي تطلعيها قبل ما تستخدميها بنص ساعة ولا حاجة عشان تفك بس من التلج. وبعد كده تضربيها في الخلاط عادي خالص. وممكن تقطعيها طبعا بس مش في السلطة او حاجة لا. في ناس تحب تقطع الطماطم في الاكل فدي تستخدميها زي كده. والصلصة دي مصلصة. يا رب يكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ومعلش حبيت ان اضيف المعلومة دي لحضراتكم. ان شاء الله يكون عجبتكم وتجربوها. واشكركم شكرا جزيلا. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشيريه لاصحابك كلنا نستفاد. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.